انا متجوزه بقالي 10 سنين، وحمايا وحماتي معايا في نفس البيت، يعني في بيت عيله. حماتي توفت من 6 سنين، وكنت بعامل حمايا زي ابويا واكتر، لانه طبعا صعب الطباع، وكنت بعمل اللي يرضيه علشان ما يحسش ان في حاجه ناقصاه او حاجه غلط. يعني المهم آم، كنت بعمله كل حاجه، تنظيف وشراء طلبات وباقي كل الحاجات اللي اي حد محتاجها. وطبعا بناته ساكنين جنبه، وكانوا بيجوا يزوروه كل سنة مرة، بيجوا يزوروه مثلا نص ساعة ويمشوا كأنهم ضيوف، مش بيعملوا أي حاجة خالص. وما كانش فارق معايا الكلام ده كله. المهم كانت في واحدة قريبتهم جت قعدت معاهم، قريبة حماية جت قعدت معاه وعندها مشكلة في السكن. هي ساكنة في محافظة تانية وجت سكنت معانا في نفس البيت. هي أرملة وعندها بنتين متجوزين ومخلفين، وبنت وولد لسه ما اتجوزوش. المهم الست دي مش سهله خالص، قعدت تتلكك لي وتتخانق معايا، عملت اللي حماتي ما عملتهوش معايا، او عملت اللي اكتر من حماتي ما عملتهوش. المهم اتخانقت معايا انا وجوزي وردت علينا، وطبعا انا ما رضيتش ارد عليها عشان خاطر هي ست كبيره طبعا. وحماية فضل واقف متفرج وما دافعش عني وما اتكلمش خالص، مع ان الست دي شتمتني بابويا، وما رضيتش ارد عليها احتراما لجوزي واحتراما لحماية طبعا ان هو موجود وان هي قريبته. المهم فضلت كده ساكته. والست دي بقى فهمت ان انا موريش رجاله يعني، او انا ضعيفه عشان ما ردتش عليها واحترمتها والكلام ده كله. وعملت نفسي ما سمعتش حاجه. المهم الست دي جات له وجات لحماتي لحماية، وقعدت تعيط وتقول له بنت مرات ابنك ظلمتني، ومرات ابنك مش عارفه ايه. المهم ان هو اتأثر بدموعها ومرضيش يقول لها حاجه، وقال لجوزي لازم تسمع من الطرفين ونشوف مين اللي غلطان فيهم. المهم كان كلامه سلبي قوي مع انه راجل حكيم. المهم شفت الست دي بترمي عليا ميه، وبترمي قدام باب شقتي ميه كده، او ماده معرفش ايه، ماده شفافه كده. ورحت قلت لحماية، حماية طبعا ما صدقنيش. وهي بقى لما عرفت ان انا شفتها وعرفت ان انا قلت الكلام ده عليها، قعدت تلف في الشارع وتقول ان انا سمعتها وهي بتكلم رجالة عليا انا. وانا طبعا عمري ما كلمت راجل ولا اي شيء، وحلفت للناس ان انا بكلم رجالة، وانا عمري ما كلمت حد. وانا الحمد لله واثقة فيا وفي نفسي وواثقة في تربيتي. وراحت قالت كمان لحماية، وحماية قال لها انا عارف ان العيبة ما تطلعش من مرات ابني. طب كويس ان الحمد لله ان حماكي مصدق. المهم راح الست اللي جت خرب البيوت دي، ايه ده؟ لا اله الا الله. المهم عملت نفسي عبيطة وقلت مش هسمع لها ومش هسمع لحد. وانا ماشية في الشارع كنت بتكلم طبعا مع الناس، والناس عارفين ان انا محترمة. لقيت ناس معاملتها اتغيرت معايا ومعرفش ايه ده. كنت هتجنن. ومعقولة الناس صدقت عليا كده؟ ده انا عايشة معاهم اكتر من 10 سنين في الشارع، عمر ما حد سمع صوتي ولا عمري طلعت مني العيبة. المهم ان انا رحت قلت الحماية الناس مصدقين الست دي، وبعد اذنك اطردها من البيت ده. قال لي لا مش هطردها، هو معيشها في دور تحت، يعني دور غير الدور اللي هو عايش فيه. وراح دفع لها الكهرباء والمية والغاز. وانا طبعا اتضايقت وقفلت من حماية واتخانقت مع جوزي على الموقف ده. طبعا انا حاليا ما بنزلش الحماية خالص، مش بعمل له اي حاجة. وقلت لجوزي خلي اخواتك بقى يخدموه، انا مش هخدمه تاني، انا مش هنزل تاني اخدمه. وعنده هو بنات تيجي تخدمه. هو مش راضي ينصفني ومش راضي يطرد الست دي ويمشيها، مع انها قالت كلام كتير قوي في حقي وحش. انا هقولك تعملي ايه؟ الناس اللي ما صدقوكيش دول طز فيهم، مالكيش دعوه بحد. عماكي ده ما تنزلولوش خالص، ما دام هو مش مصدقك ومش عايز ينصفك، خلاص بلاش منه خالص. وانتي في شقتك وعايشه حياتك مع نفسك كانك عايشه في شقه ايجار، ومالكيش دعوه بيه خالص. وما دام هو مش عايز يصدقك ومش عايز يمشي الست دي اللي جايه تخرب بيتك اصلا وجايه تخرب عليكي، فخلاص. وجايه تقول كلام في حقك اصلا وحش قوي، فخلاص بقى دام هو مش عايز هتمشي، خلاص خليها هي تخدمه بقى، ولا هم يخدموا بعض ولا يتجوزوا بعض وهم مع نفسهم يعيشوا بقى. بس هو ده اللي انا اقدر اقولك عليه والله. وعيشي مع نفسك وعيشي مع جوزك، وما تنكديش على جوزك وما تنكديش على نفسك، وخليكم مع بعض وربنا يهدي سركم.